السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما كامل بصحة جيدة. اليوم جيت وجبت معايا هذا الفيديو اللي كان مطلوب بكثرة. هذا بزاف البنات حوسوا عليه عن كيفية تشكيل الفواكه بريستيج اللي راهم دايرين حالة في الورشات، مع أكيد طريقة التلوين باش نتحصلوا على هذه النتيجة. اللي مهتمة نقولك شوفي الفيديو حتى الأخير هكا باش تتعرفوا ولا باش تشوفوا جميع الأسرار لنجاح حلوى الفاكهة، خاصة البريستيج راهي دايرة حالة. راني حنبدا لكم هنا قبالة، راني باش ما يجيش الفيديو طويل اكثر من هذا الشيء، خاطر في هذا الفيديو بازيت لكم على التشكيل والتلوين نتاع الفاكهة. اللي مهتمة نحط لكم الرابط في صندوق الوصف تاع كيفية طريقة تحضير عجينة اللوز مع الحشوة، طبعا نحطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. اول نوع رانا رايحين نبداو به هو المشمش، حلوة المشمش. هنا بالنسبة راني حندير لافارس هذه تاع المكسرات، كاين بزاف ولا كاين عدة انواع نتاع الحشوة لحلوة الفاكهة ولا للكفتة. الا راكم مهتمين كتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله كل مرة ندير لكم نوع تاع حشوة. هنا بالنسبة للميزان، الميزان وزنت العجينة تاع اللوز 50 غرام، ولا فارس وزنتها 35 غرام هكا باش تجينا الحبه شابه، ماهيش كبيره بزاف، بالك تبان لكم 85 بزاف رقم كبير، بصح الحبه تجي ماشي كبيره حتى مخسره وماشي صغيره. نعمر الحلوى تاعي، نحل كيما شفتوا عجينه اللوز، من بعد ندير لافارس. هنا نستعمل الزيت عندها زوج فوائد. الفائده الاولى باش ما تلصقناش كامل عجينه اللوز في يدنا نخدموا الاز، والحاجه الدوزيام الزيت راح تعاوننا باش لابول تاعنا ولا الحبه تاعنا تاع الفاكهه تجي ليس، خاطر الا جات مشققه ما تجيكم شابه، مش حنا تعطيكم نتيجه شابه. ما من جاتكم مشققه عرفوا بلي راهي مخصوصه شويه، ما راهي بزاف ناشفه. هنا ندير لابول كيما راكم تشوفوا، لابول تاعنا تاع الفاكهه دائما نوقفوها، نحكم لاكوبات، ما تحكموش الجهه تاع اللي نقطعوا بها، حكموا الجهه الخشينه. هنا كيما راكم تشوفوا ما نحكمش الوسط سواء عموديا سواء افقيا، نحكم الوسط بين العمودي والافقي. ولا ما فهمتونيش الصوره راهي شارحه نفسها، وندير هذا الخط. بالنسبه للتلوين تاع حبه المشماش، هنا عندكم اختيارين، سواء ديروها صومو كيما انا هنا في هذا الفيديو بالذات درتها صومو. سمحوا لي برك هنا ندير طبطبه بصبعي خاطر الخد تاع المشماش يجي شتو شويه ملبس، وندير هذا الثقب من الفوق. قلت لكم بالنسبه للتلوين عندكم سواء ديروها صومو، كاين لون صومو، تروحوا للمحلات اللي يبيعوا الخاصه بلوازم الحلويات تقولوا له اعطينا اللون الصومو يعطيكم. سواء ديروها صومو، درت لها شويه صومو فونسي كيما راكم تشوفوا بان اورانج، ولا ديروا مزيج بين الاحمر والاصفر باش يعطينا الاورانج، وتلونوها مباشره. حبه تاع المشماش تاعكم تلونوها مباشره اورانج، خاطر مازالت لنا لا فينيسيون وحده اخرى دوك في اخر فيديو تشوفوها. حنا دائما هذه الطريقه اللي نستعملوها، نخدموا كامل الفاكهه من بعد نبداو نفينيو. هنا نروحوا لثاني موديل اللي هي حبه حبه تاع التفاح. بالنسبه للتلوين تاع حبه تاع التفاح باش تحصلت على هذا الاخضر، هذا اخضر راهو معناتها مايل للفيغ بيستاش. ومام صدقوني البنات الفيديو راهو معناتها راهو ماهوش مبين الالوان على حقيقتها، في الواقع بزاف شباب خير من هذه خير من هذا خير من التصوير، خير من الفيديو هذا. واش حبيت نقول لكم، هنا كيما شفتوني هنا بالاصابع من تحت كامل راني نوقف في الحبه، وراني شويه نلبس فيها من تحت باش تعطينا الشكل تاع التفاح. التفاح يجي شويه بومبي من الفوق، وكما راكم تشوفوا من تحت يجي شويه من الموم. قلت لكم هنا بالنسبه لهذا اللون باش تحصلت عليه درت اخضر بيستاش زائد شويه تاع الصفر، ماشي بزاف الصفر، شويه صفر. تنجموا ديروا حتى اخضر نعناعي مع شويه صفر، يعطيكم لون بزاف شباب. هنا عندكم يا قبالة تحكموا بهذوك ستيلوات وديروا الثقب تاعو من الفوق، سواء ديروا بهذه الطريقه، ديروا سربيته باش يعطينا واحد التكماج يجي كيما تاع التفاح بالذات، معناتها يجي بزاف قريب للحقيقه. هنا نعاود نوقف حبه تاع التفاح تاعي،
قلت لكم البنات الصورة راهي شارحة نفسها. حكمت حبة تاع التفاح بعد ما وقفتها درت لها سربيتة وضغطت بالإصبعين تاعي ماشي بزاف جوست باش صيرت السربيتة، من بعد درت لها ثقب من الفوق وعاودت وقفتها بهذه الطريقة. شوفوا تعطينا معناتها شكل مقارب بزاف لشكل التفاحة الحقيقية. من بعد هنا ندير هذا التكماش. هذا التكماش ماشي شرط بستيلوات، نجمو نديروه بالموس بلا كوبات باش تحصلوا على هذه الحبات تاع التفاح اللي راكم تشوفوا فيها. راهي بزاف شتو مقاربه الحبه تاع التفاح الحقيقيه. اسمحوا لي. هنا نبدا ولا جبت لكم حبه تاع الخوخ. هنا ديجا فخسيتها. تحبوا ديروا بالاصبعين كيما راكم تشوفوا وتجبدوا. عندكم سوا هذه الطريقه، حبيت نوري لكم طريقتين. الحقيقه هذا الفيديو درته وانا كنت حاسباني نصور وانا ما كنتش نصور. اسونسيال يعني وريت لكم، ولا تحبوا ديروها ديروا هذا الشكل، ديروها تميلوها شويه بيدكم، ديروها مشابهه لحبه العفقاز. من بعد نحكم هذو زوج صباحتين، اصبع من الفوق واصبع في الجنب تاع الحبه. فوالا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نحكم لاكوبات كيف كيف ندير بين في الجنب تاع الحبه. راني نضغط بهذاك الصباع وباليد الاخرى راني نقسم بلاكوبات. من بعد نجبد بهذه الطريقه نتحصلوا على شكل تاع الخوخ. عندكم قلت لكم اختيارين، سواء هذه الخوخه سواء الخوخه الاخرى تكون مدوره وقرصوها بصبحتيكم وتجبدوا. هذا ما كان. هنا دائما مور الفاكهه طبطبوا هكا تخليوا الاطراس تاع لاطراس تاع صبحتيكم. ان شاء الله ما نكونش نهضر بزاف، انا ماذا بيا ما نهضرش بزاف وتفهموا بزاف. ان شاء الله ما نكونش نهضر بزاف. هنا ثالث بغداد هو الاجاصه. هذا الاجاصه ثاني راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. شفتوني كيفاه درت لها الشكل الطولي تاعها بيديا. من بعد نحكم كيف كيف بهذو الاصبعين ونقرص. ماشي نقرص، هنا نخنق. هنا نخنق، نزيد في الاعلى تاعها نخنقها باش نتحصلوا على هذا الشكل. كاين لي هذا الإنجاز بالعامية تاعنا كاين اللي يسموه دماغ البغل، حاشاكم لا أعزكم الله. كاين اللي يعطوه هذا الاسم، هو اللي يجي هذا الشكل تاعو هكذا. من بعد ندير له ثقب من الفوق كما تشوفوا. ما تنساوش عاودوا كامل نحيو طبطبوا باش نحيو الاطراس تاع صبحتيكم. بالنسبه لهذاك اللون درتو اصفر فاتح، راهو باين هذاك صفر وحده. الملونات تحبوا ديروا ميلونج بين الجال والبودر كيما تحبوا ديروا، غير البودر حلحلوه في الشربات ولا في ماء معدني ولا في ماء زهر ولونه. هنا بالنسبه لهذه الخوخ المبلاطيه هذه ثاني دارت حاله ودرت لها فيديو خاص. انا كنت درت لها الحشو، درت لابول كيما شفتوني الليس. من بعد حكمت بالسربيته ضغطت عليها بصبوحتيه، راني نضغط بصبوحتيه في السربيته ونجبد وباليد الاخرى ندير ثقب في الفوق باش نتحصلوا على هذا الشكل. هنا الا نشقت لكم كيما انا ماشي نشقت في الحلقه، نحلت شويه زويته في صبعي ونعاود نطبطب عليها تعاود نغلق عادي، خاطر لاباط راهي بزاف شابه وراهي طريه. لاباط كي تكون شابه وطريه تساعدكم بزاف في التشكيل، مش راح تعذبكم. مي الا كانت ناشفه ومشققه ومزيته هذيك هي اللي مزيته باللوز الطبيعي تاع اللوز، ماشي الزيت هذا اللي راني ندير فيه. دي فوا اللوز نشريوه يكون بزاف مزيت. انا درت ثاني، سمحوا لي قلت لكم هنا درت الوسمو الحبه تاع الكرموس. شفتوني كيف كيف هبطتها لتحت درت لها شويه عاليه. وهنا نبدا نخرج لاباط تاعي غير بصبحتيه. دائما طبطبوا باش نحيو قلت لكم كامل لاطراس تاع صبحتيكم. هذا الشكل تحصلت عليه تاع حبه الكرموس. نحكم كيف كيف لاكوبات. هنا كنت راني نصور نخدمها بيدي، انا جينيرالمون نخدمها في الطابله. نحط الحبه تاعي تاع الكرموس في الطرف تاع الطابله ونبدا ندير في هذو الخطوط. تنجموا تحكموا ستيلو
هذاك ستيلو ماشي اللي نكتبوا به، ستيلوات الخاصة بالفاكهة. نحكموا ستيلو كاين واحد النوع يجيك شغل مشرط، هذاك تشرطوا به، معناتها لكم الاختيار. هنا بالنسبة للتلوين نبدا كيف بالمشماش. حبة المشماش أنا درت مزيج قلت لكم بين الأصفر والأحمر باش تحصلت على الأورانج. نحكمها ندير في هذا السيفلور، ولا كاين يسموه كاين يقولوا له لايغوغرافي. ندير ونبدا نرش باش نمدلها لا فينيسيون. هنا اللي ما عندهاش هذه تنجم تحكم فرشة الأسنان، تنجموا تحكموا قرعة ريحة، قرعة ريحة شوية واعرة، قرعة ريحة ماشي مليحة دي فوا طرش لكم معناتها فوق الحد، دير لكم كشو تطراش هذاك الخشين. وحنا نسحقوا ملمس يكون طبيعي صافي. تنجموا تعاودوا تجوزوا بالاورانج بفرشة الأسنان بالنسبة اللي ما عندهاش سيفلور. سورتو دوكا راهم شوية غاليين. هنا بالنسبة للإجاز درت جوزت لها شوية أورانج ومن بعد عودت لها بشوية أحمر. هنا فوالا قلت لكم أورانج اللي شاطلي من المشماش عاودت. وهنا دايما كي ديروا الألوان روحوا دايما من الكلاغ للفونسي هكذاك أحسن. والسيفلور بين اللون واللون لازم نشلوه. الا كان زعما اورانج واحمر ماشي بروبليم، بصح الا كان زعما فيولي مع صفر مع لازم تشلو سيفلور تحكم مليح باش تزيدوا ديروا لون اخر. هنا درت زوج انواع تاع التفاح، درت التفاح الاصفر والتفاح الاخضر، درت لهم رشه خفيفه تاع الاحمر. هنا بالنسبه للخوخ، الخوخ درت الاحمر، درت له نقطه تاع اكحل ولا اسود. وديروا كيما راكم تشوفوا انا ندير عشوائي، جهه ديروها فرونسي، جهه خليوها هكاك طبيعيه، جهه ديروها كلير، معناتها ديروا عشوائي. كاين نخدم فرونسي بزاف، كاين نخدم نمسوش كامل، كاين المهم ديروا عشوائي ولازم تكون مخلطه. هنا بالنسبه لهذه درت شويه فارينه حمستها. بعد كي حمستها درت لها شويه ناكخي، تحبوا ديروا دوغي ولا البلون دوغي. من بعد حكموا صفايه وجوزوا ديروا كميه كبيره كيما راكم تشوفوا، صفيوا فوقهم كميه كبيره باش يعطينا هذاك الملمس الحرش الطبيعي تاع حبه الخوخ. خلوه شويه من بعد ننفضوه. هنا بالنسبة لهذا الإجاز درت الإجاز ثاني نوعين، الأخضر والأصفر. هنا جوزت عليه بالماغون، عاودت درت له اللون البني. وبالنسبة للكرموس درتو فيغ كلير كيما راكم تشوفوا، وعاودت شوية فوق وشوية شوية بالفيولي. درت البوسيبل تاعي في هذا الفيديو، عطيت لكم بزاف صوالح، كاين راني عارفه بلي بزاف صوالح بالك ما قلتهمش على جال الوقت تاع الفيديو. مي اي سؤال ولا اي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير، واكيد ان شاء الله نرجع لكم وحده وحده. هنا الفاكهه باش تكونوا عارفين كي تخدموا حلوه الفاكهه راح تكون غنجيوقه كبيره، بصح كي تكونوا تلونوا هنا ديروا مكان خاص هكا بلاصه سبيسيال باش ما تمرمدوش كامل الدنيا، خاطر الالوان يمرمدوا بزاف. دوك زعما انا مرمدت غير هذه البلاصه، دوك كي نكمل نرفد نمسح غير هذه البلاصه ولا نغسل غير هذه البلاصه، خاطر الالوان تمرمد بزاف الحاله. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. هنا من بعد نفصت كامل هذاك الفارينة اللي درتها بالبانسو باش تحصلت على هذا الملمس الطبيعي كما راكم تشوفوا تجي حرش الخوخ. بالنسبة الحبة تاع الكرموس درت لها شوية تاع سكر مع لون أبيض ودرته من الفوق. بالنسبة لهذوك ليطاش درتهم بالكاكاو ولا تنجموا باللون البني، حكموا لون بني ولا كاكاو، ديروه في شويه ما زهر حلحلو ولا ماء ولا ماء معدني، صوتين ماء معدني وديروا كشغل طاشات. هنا تحبوا ديروا جوزه، تحبوا ديروا لوزه، تحبوا ديروا عجينه السكر، عجينه السكر، تحبوا ديروا عجينه اللوز. بالنسبه هنا للديكور
ما نجمش نشارك معاكم أكثر من هذا الشيء. الحاجة الأولى ولا غير التليفون طفى عليه، حاجة واحدة أخرى الفيديو يجي طويل بزاف أكثر من هذا الشيء. المهم أنا استعملت هذا الورد اللي راكم تشوفوا فيه، ماشي الورد سمحوا لي، الورق. خدمتهم بهذا الطابع تاع دوك يبان هنا ماهوش يبان، بهذا الطابع حكمت عجينة السكر ولا تحكموا الكومباست، هي من الأحسن الكومباست هي اللي تيبس، وطبعت كما راكم تشوفوا وخليتها تنشف بهذه الطريقة. وبالنسبة للأوراق الأخرين إن شاء الله ندير لكم فيديو خاص بزاف، خاص غير للتزيين، ندير لكم فيه الورود، ندير لكم فيه الأوراق، ندير لكم فيه شحال من نوع. هنا كنت حندير هذا النوع للتفاح، من بعد ما عجبنيش كي وليت نبلاصي فيه ما عجبنيش، الوغ بدلته درت هذاك الورق اللي بالسلك والروسور. نورمالمون هذا هو التزيين اللي درتو في حبة تاع التفاح. هذا هو كان الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم. لو كان بحاجه قليله درت البوسيبل تاعي، مديت لكم صوالح اللي مهمين، قلت لكم اي حاجه سلوها لي في لي كومونتير. وسمحوا لي البنات لا قصرت معكم في كاش حاجه، المهم اي سؤال كتبوه لي في لي كومونتير. ما بقى لي غنقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.